فيلمنا بيبدأ مع كريستين وهي بتفتح عينيها وبتفوق من النوم. بتبص حواليها وهي مش عارفة هي فين ولا ايه اللي جابها هنا. بتلاقي نفسها نايمة على سرير وفي واحد غريب نايم جنبها، والخوف بيسيطر عليها. بتقوم من السرير وبتروح للحمام. أول ما بتدخل بتلاقي صور كتير متعلقة على الحيطة. الصور دي كان مكتوب عليها ملاحظات عشان تعرفها هي مين وتفكرها بنفسها. بتفضل تدور في الصور لحد ما بتلاقي صورة فيها الراجل اللي كان نايم جنبها، مكتوب عليها إنه جوزها واسمه بن وإنهم عايشين مع بعض. وبالرغم من المعلومة دي بتبقى مش فاكرة أي حاجة عنه ولا فاكرة إنها اتجوزت أصلا. بن بيصحى وبيشوفها محتارة فبيبدأ يتكلم معاها عشان يطمنها ويشرح لها حالتها. بيقول لها إنهم متجوزين وإنها عملت حادثة كبيرة من 10 سنين، وإن الحادثة دي تسببت في تلف في خلايا المخ أثر على الذاكرة، وإنها كل يوم لما بتنام مخها بيمسح كل المعلومات وبترجع تنسى كل حاجة. وبيقول لها إن الروتين ده هو بيعمله معاها كل يوم ولازم يحكي لها القصة دي كل ما تصحى. بيحاول يخليها تتعود على الوضع ده، وبيوريها ألبوم صور فيه ذكرياتهم قبل الجواز، وبيسيبها ويروح المدرسة عشان شغال مدرس. كريستين بتفضل لوحدها في البيت وبتبدأ تدور في كل مكان، بتحاول تلاقي أي حاجة تفكرها بالماضي بتاعها. فجأة تليفون البيت بيرن وبيرد عليها واحد بيقول لها إنه دكتور مخ وأعصاب اسمه ناش، وإن هو اللي بيعالجها بقاله سنين طويلة من ورا جوزها. بيقول لها على مكان كاميرا فيديو هي مخبيها جوه الدولاب بعيد عن جوزها. بيطلب منها تطلع الكاميرا وتتفرج على كل الفيديوهات اللي سجلتها لنفسها الأيام اللي فاتت. بتسمع كلامه وبتطلع الكاميرا وبتكتشف إنها مسجلة مذكراتها اليومية على مدار آخر أسبوعين، وكل فيديو بيحكي هي عملت إيه في يومها. بيظهر في الفيديوهات إن كريستين ساعات بتفتكر حاجات قديمة وبتسجل الكلام ده عشان لما تصحى تاني يوم تفتكره. بتقرر تروح تقابل دكتور ناش في العيادة، وهناك بيقول لها إنهم بيتقابلوا من ورا جوزها وإنه بيحاول يعالجها. بيقول لها إن الحادثة حصلت من 10 سنين في فندق موجود جنب المطار، وإن اللي حصل ما كانش مجرد حادثة، ده كان اعتداء من شخص مجهول. كريستين بتستغرب لأن جوزها قال لها إنها عملت حادثة عربية وبتبدأ تشك فيه. بياخدها بالعربية لموقع الحادثة عند الفندق عشان يمكن تفتكر أي حاجة. هناك بيظهر الشخص اللي لقاها وهي مضروبة من 10 سنين، وبيحكي إنه لقاها مرمية عريانة وغرقانة في الدم ومتغطية بكيس بلاستيك. كريستين بتنهار من اللي سمعته، ودكتور ناش بيقول لها ان في اليوم ده كانت بتخون جوزها. سجلات الفحص الطبي اثبتت انها عملت علاقه في نفس يوم الحادثه قبل ما يتم الاعتداء عليها. بترجع البيت وبالليل بتسجل انها حلمت بنفسها وهي بتجري من واحد في الفندق وبيضربها وبيعتدي عليها. تاني يوم الدكتور بيعمل لها فحص على المخ وبيبدأ يوريها صور عشوائية من ملفات قديمة. فجأة بتظهر صورة ست شعرها أحمر واسمها كلير، والجهاز بيبين إن أعصاب كريستين اتوترت جدا. بترجع البيت وبتسأل بين عن كلير، فبيقول لها دي كانت صاحبتك المقربة زمان، وإن كلير ما قدرتش تستحمل اللي حصل فقررت تسافر وتقطع علاقتها بيهم. تاني يوم بتفتكر إن كان عندها ابن صغير، فبتسأل بين وهي متعصبة عن ابنها. بيقول لها إن ابنهم آدم مات وهو عنده 8 شهور بسبب مرض بكتيري في المخ. بتعيط وبتروح تسجل كل اللي عرفته عن ابنها آدم وموته. بالليل وهي نايمة بتحلم بابنها، بس المرة دي بتشوفه وهو كبير. كان راسم لها صورة وفيها واحد وشه متعور واسمه مايك. تاني يوم بتقابل الدكتور وبتقول له انها شاكه في واحد اسمه مايك هو اللي اعتدى عليها، وان هو نفس الشخص اللي كانت في علاقه معاه. الدكتور بيحاول يهديها وبيقرب منها عشان يحضنها، فبتلمح الاي دي بتاع المستشفى ومكتوب اسمه بالكامل مايك ناش، وبتفتكر ان ناش هو اللي ضربها في الفندق. بتهرب من العربيه وبتبدا تجري في الشارع وهي مرعوبه. الدكتور بيلحقها وبيمسكها غصب عنها وبيديها حقنه مهدئه بتخليها تفقد الوعي. بتصحى في بيتها وبتلاقي مكالمه من ناش بيعتذر لها عن اللي حصل. بيقول لها انه حقنها بالمهدئ عشان تهدى، وانها بتعاني من حاله نفسيه اسمها المبادله. الحاله دي خلتها تتخيل انه هو اللي اعتدى عليها بسبب تشابه الاسماء. تاني يوم بتروح له العياده، فبيقول لها انه مش هينفع يكمل علاجها، وبيعترف لها انه بيحبها وان ما ينفعش يخلط بين شغله وبين مشاعره. وقبل ما يمشوا بيقول لها ان في سنه 2007 جوزها حطاه في مركز رعايه، وفي 2009 طلقها رسميا، وان صاحبتها كلير كانت دايما بتحاول تتصل بيها وبيديها رقم تليفون كلير عشان تتاكد بنفسها. بترجع البيت وبتواجه بن وبتساله عن سبب طلاقهم. بن بيقول لها انه لما ادم مات جاله اكتئاب حاد وطلقها وسابها في مركز الرعايه، لكن بعد فتره غير رايه ورجع لها تاني ووعد نفسه انه مش هيسيبها ابدا. كريستين بتصدقه وبتحضنه وهي حاسه بالذنب لانها شكت فيه. بعدها بتتصل بصاحبتها كلير، واول ما بتسمع صوتها بتفتكر ذكرياتهم مع بعض وبيتفقوا يقابلوا بعض من ورا جوزها. ولما بيتقابلوا كلير بتقول لها ان علاقتهم
علاقتهم انتهت من زمان بسبب ان كان حصل علاقه بينها وبين جوز كريستين بعد الحادثه بتاعتها، ولما حست بالذنب قررت تبعد. وقبل ما تمشي بتسيب لها رساله مكتوبه من بن. بتقرا الرساله وبتعرف انه طلب من كلير توصل لها الرساله لما تكون حالتها تسمح، بس كان لازم يحطها في مركز العنايه غصب عنه عشان ابنه ادم ما كانش فاهم اللي هي بتمر بيه، وطلب منها تسامحه وتتفهم موقفه من الانفصال. كريستين بتحس قد ايه انه تعب معاها، وبتروح تسجل فيديو بتقول انها عايزه تعيش باقي حياتها مع بن. بالليل بيقعدوا هما الاتنين يتفرجوا على الفيديوهات، وبتحكي له عن دكتور ناش. بتعترف له انها ما كانتش بتثق فيه، بس دلوقتي هي بتثق فيه جدا. فجأة وشه بيقلب وبيضربها بالقلم عشان افتكرها على علاقة مع دكتور ناش. بتكلم كلير وبتحكي لها اللي حصل، فبتقرر تتصل ببن عشان تفهم منه. بعد شويه كلير بتتصل بيها وبتقول لها ان لما كلمت بن قال لها انه ما شافش كريستين من 4 سنين، وبتطلب منها توصف لها الراجل اللي هي عايشه معاه، وبتسألها على جرح معين في وشه. بتبص في الصور وبتكتشف ان الجرح مش موجود، وبتبدأ تستوعب ان الراجل اللي معاها ده مش بن. بتبص في صور الفرح وبتكتشف ان الصور كلها متركبة فوتوشوب ومزيفة. بتحاول تهرب من البيت لكن بيمسكها وبيضربها لحد ما بتفقد الوعي. تاني يوم بتصحى وهي ناسية كل اللي حصل، وبتفتح الكاميرا تتفرج عليها. بتشوف الفيديو اللي سجلته وهي بتقول انها بتحب بن وعايزة تعيش معاه للأبد. بين المزيف بيتصل بيها وبيقول لها تجهز شنطتها عشان هيسافروا بالليل في رحلة. بياخدها الفندق قريب من نفس المكان اللي حصلت فيه الحادثة من 10 سنين، وفي اوضه الفندق بتبدأ تفتكر كل حاجة، وبتعرف ان الشخص ده هو مايك اللي كانت في علاقة معاه زمان، وانه كان عايزها تقول الحقيقة لجوزها، ولما رفضت ضربها وسابها تموت. وبيعترف لها ان ادم ابنها لسه عايش، وبيمسح كل الفيديوهات من على الكاميرا، وبيقول لها انه زهق من دور بين اللي بيمثله، وبيضربها وبيوقعها على الارض. لكن كريستين بتمسك المكوى وبتضربه. بيقع فاقد الوعي وهي بتجري وتشغل انذار الحريق. الشرطة والإسعاف بيوصلوا، وكريستين بتسجل كل حاجة على الكاميرا وهي في الإسعاف. تاني يوم بتصحى في المستشفى وبتلاقي دكتور ناش جاي يطمن عليها، وبيقول لها إن مايك اتقبض عليه وإن في ناس مهمة جاية تزورها. بيدخل بين الحقيقي ومعاه ابنهم آدم. أول ما بتشوف ابنها وبتحضنه الذاكرة بترجع لها، وبتبدأ تعيط من الفرحة، وبتتعالج أخيرا وبتبطل تنسى، وبتعيش مع عائلتها والفيلم بينتهي. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. أشوفكم الملخص الجاي. سلام.